اذكر المثال من فصل الثالث. الدرس الثالث الحروف المقطعة كافها يا عين صاد. في أي فصل ندرس عن الحروف المنونة؟ اذكري السطر الأول منها. في الدرس الخامس. الدرس الخامس الحروف المنونة: التنوين فتحتين كسرتين ضمتين، ميم فتحتين من، ميم كسرتين من ميم ضمتين من با فتحتين بن، با كسرتين بن با ضمتين بن. اذكر الحروف را ها وهمزة من الفصل السابع. الدرس السابع الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة. را فتحة ألف صغيرة را، ها كسرة يا صغيرة هي، همزة ضمة واو صغيرة أو. اذكر الحروف سين مع المد. الدرس الثاني حروف المد واللين. المد سين فتحة ألف سكون سا، سين ضمة واو سكون سو سا سو، سين كسرة يا سكون سي سا سو سي. اذكري الدرس السادس عشر في كلمة ضالا. الدرس السادس عشر تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتحة ألف ماد لام شدة ضال، لام فتحتين لن ضالا.